اكيد كلنا شفنا اللي حصل في راسل دريم، وخصوصا في المين ايفنت لما كان كريستيان خلاص مسيطر على الماتش ضد داربي ألين وستينج. فجأة سمعنا مزيكا ايقونية جدا وهو You think you know me. عودة ايدج لأول مرة في حلبات الاي دبليو، وكريستيان كان فاكر ان ايدج هيبقى معاه، وده نظرا لان هم اصحاب كده كده. فايدج خد الكرسي منه، كان هيضرب ستينك ولكن قلب عليه وسط فرحة كبيرة جدا من الجمهور. الناس مش مصدقة ايدج في الاي دبليو ازاي يا اخي، ده انا نفسي ما كنتش مصدق الكلام ده. يعني انا من ساعة ما شفت ايدج في اخر عرض سماك داون ليه والناس كلها بتقول ان هو هيروح الاي دبليو، انا ما كنتش مصدقه. ولكن بعد شهور اتاكدنا ان خلاص ان ايدج كده رسميا بقى في الاي اي دبليو. واحد ممكن يقول لي طب انت ليه يا رستول يعني اتصدمت؟ يعني ما فيش مشكله، مصارع وراح اتحاد تاني. لا، ايدج كان مختلف. ايدج ده كان ابن النادي، فضل سنين كتيره مع الدبليو دبليو اي، فان هو يروح اتحاد تاني دي كان بالنسبه لي حاجه غريبه، اللي هو مستحيل، استحاله. فعشان كده هنتكلم عن ايدج من بدايته لنهايته. ايه اللي خلى ايدج بقى ايدج؟ انا عارف اللي قلته ده بديهيات، معلش انا اسف، يعني ما هو ايدج ما ايه يعني. لا انا قصدي هو ازاي ايدج عرف يبقى ايدج اللي احنا نعرفه، الاسطوره. بص اقول لك على حاجه، جون سينا، باتيستا، بروك ليزنر في كفه، وايدج ده في كفه تانية خالص. ايدج قبل كده وصل لمرحله ان هو بقى اكتر شخص محبوب من الجمهور في سنه من السنين. يعني هو كان عامل زي جيف هاردي كده في 2009 مثلا، مشهور بشكل رهيب جدا، يمكن اشهر من بطل الاتحاد نفسه. يعني انا حتى ما اقدرش اصنفه او احطه في قائمه معينه، لان ايدج فعلا ليه مكان معين كده، هو في حته تانية. انا النهارده في الفيديو هتكلم عن مسيره ايدج من البدايه للنهايه. فلو انت مهتم بالحوار ده اعمل لايك، اشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، ويلا بينا نبدا الفيديو. يوم 30 اكتوبر سنه 73 يتولد ادم جوزيف اللي هو ايدج دلوقتي، يتولد في كندا. ايدج في البدايه كان عاوز يبقى عازف جيتار، ولكن للاسف ما عرفش، فعمل شيفت كارير. فايدج فكر كده وقال ايه تاني اكتر حاجه انا بحبها، ايه الحاجه اللي هو مثلا متعلق بيها غير الجيتار يعني. عرف المصارعه، وبالتحديد الدبليو دبليو اف. الفتره دي الشركه دي كانت معلمه على السوق كله، كانت واكله الجو بشكل مش طبيعي، مفيش كبير ولا صغير بيفوت اي حاجه من اللي بتعرضه الدبليو دبليو اف. ومن المصارعين المفضلين لايدج كان ماتشو مان ومستر بيرفكت، واكيد طبعا هولك هوجن. فعلى طول ايدج بيكلم صاحبه وقال له ايه يا اسطى، بقول لك ايه، انا بحب المصارعه جدا. فصاحبه اللي في التليفون وهنكتشف بعد كده ان هو كريستيان قال له يا اسطى وانا كمان. وبالصدفه كمان هما الاثنين بيحبوا الدبليو دبليو اي، فالاهتمامات كانت واحده. وايدج وهو عنده 16 سنه كان بيتفرج على راسل مانيا 6، وزي ما انا قلت لكم لان هو كان بيج فان جدا للدبليو دبليو اف في الفتره دي. واكيد طبعا عارفين ايه اللي حصل في راسل مانيا 6. التيميت وورير كسب لاول مره على هولك هوجن واتوج باللقب. بيني وبينكم من بعد ما شاف المشهد ده قرر ان هو يبقى مصارع، ودخل فعلا في مدرسه مصارعه بعديها بسنه. لا ما هو انا مش هحلك المجال ده، بص انا هخش فيه يعني هخش فيه. وفي سنه 92 ايدج بقى جاهز ان هو يلعب ماتشات. كان بيلعب وقتها في اتحاد يعني عنده في كندا، وطبعا ما كانش اسمه ايدج في الفتره دي، كان اسمه لا مؤاخذه سيكستون هارد كاس. وبعد فتره انضم ليه كريستيان عشان يعملوا فرقه هما الاثنين مع بعض، واللي كان اسمه وقتها كريستيان كيج. وبالمناسبه هو ما غيرش اسمه على فكره. وما اقولكش بقى الفرقه دي كانت قويه جدا والناس حبتها، لغايه لما جه واحد كان مدير اعمال بريت هارت وقتها، كارل دي ماركو، في ظل ما هم كانوا بيلعبوا ماتش شافهم كده وقال الاثنين دول موهوبين، وسالهم بعد الماتش وقال لهم ايه رايكم ان انتوا تروحوا الدبليو دبليو اي. طبعا وقتها ما كانوش مصدقين اصلا، اللي هو انت بتقول ايه دبليو دبليو اي؟ ايه ده حلم حياتي ان انا اروح الدبليو دبليو اي. وما كانوش يعرفوا وقتها ان الراجل ده هيبقى رئيس الدبليو دبليو اي في كندا. وبالفعل خلاهم ان هم يظهروا لايف يوم 10 مايو 96، وابتدى بكوبلاند اللي هو ايدج دلوقتي عشان يلاعب بوب هولي، ويبتدي اول ظهور ليه في حلبات الدبليو دبليو اف. وبعد العرض رئيس الاتحاد كان معجب جدا بادائه في الماتش ده، وفضل الحال على ما هو عليه ويلعب ماتشات وبتاع ويدفعوا له ديونه، لغايه لما الدبليو دبليو اف قررت انه يخليه يظهر لاول مره قدام الناس كلها. والعرض كان متلفز يوم 22 يونيو سنه 98، يظهر باسم جديد تماما، حتى في فيديو دعائي غريب كده بتوضح ان هو قد ايه شخصيه غريبه. وطبعا اتغير اسمه باسم ايدج. دخل في وسط الجمهور وقتها، كان بيلعب مع واحد يعني مش فاكر اسمه بصراحه، وايدج يعمل اول سبير ليه في الدبليو دبليو اف، والناس كانت معجبه بيه جدا لانه بيلعب حلو وشخصيته كانت غامضه، والناس يعني باختصار عاوزين يعرفوا هو مين الشخصيه دي. والراجل ده بصراحه صعب عليا،
لان في نفس الماتش الراجل ده اتصاب في اول ظهور لايدج، وما اتصابش اللي هو اصابه ممكن يقوم منها، لا هو اتصاب وقعد في بيته حرفيا لان الاصابه جت في رقبته تقريبا. دي كانت اول واخر ماتش يلعبها الراجل ده. المهم خلينا في ايدج. بعد ما قعد فتره في الدبليو دبليو اف لعب مع مارك ميرو واون هارت، ما عدتش فتره كبيره وفجاه لقينا فامبيرو هجم على ايدج وخلاه ينضم للعصابه بتاعته. وفي برومو ليه كان اعلن برضه عن واحد تالت هينضم معاهم للعصابه دي وهو كريستيان كيد، ويقوموا يعملوا اكتر عصابه انا بحبها وهي عصابه المصاصين الدماء اللي انتوا شايفينها ده. من ساعه ما عملوا الفرقه دي بداوا يهجموا على اي حد بص مش عاجبهم. الفرقه دي كانت ماشيه في سلسله انتصارات من اواخر 98 لاوائل سنه 99، يعني فرقه ليها تقلها. يوم 27 يونيو سنه 99 يخسر الفريق على ايد الهاردي بويز في الكينج اوف ذا رينج. برغم ان الفرقه دي خسرت الا ان ايدج عرف ان هو يكسب ببطل القارات او الانتر كونتيننتال شامبيون على جيف جاريت في عرض كان في تورونتو يوم 24 يونيو. ولكن في الليله اللي بعد كده خسرها من جيف جاريت برضه. وقتها لازم تعرف حاجه، لو انت كسبت بحزام القارات فانت لازم تعرف ان المصارع ده ليه دفعه كبيره جدا في المستقبل. وقد كان الدبليو دبليو اي كانت مركزه على ايدج بشكل اساسي بس ما حدش واخد باله، يعني كانوا مهتمين بيه شويه. ولكن في الايام دي برضه ايدج اضطر ان هو يخش في تاج تيم مع كريستيان لان هم رجعوا للعداوه القديمه ضد الهاردي بويز. بصوا اقول لكم على حاجه، الفتره دي كانت العداوه الازليه هو الهاردي بويز والفرقه دي، هم الاثنين ما كانوش طايقين بعض، وسبحان الله هم الاثنين برضه كانوا شباب وكانوا بيبداوا مسيرتهم ايام ما الدبليو دبليو اف كانت بتتعامل مع المواهب مش دلوقتي يعني. فتحددت ماتش ما بينهم في النو ميرسي، وفي الماتش ده حصل ان فامبيرو استغنى عن ايدج وكريستيان واستبدلهم بالهاردي بويز هم اللي يبقوا في الفرقه بتاعته. يعني انا اسف يا جماعه لو انا بقول فامبيرو كتير، انا معلقه معايا ان هو اسمه فامبيرو، اسمه جينجرال، انا عارف بس هو انا بس اتلخبطت منه بس يعني. فسكيب الحته دي. المهم جينجرال استغنى عن ايدج وكريستيان واستبدلهم بالهاردي بويز هم اللي يبقوا معاه في العصابه، واللي ادت بعد كده ان هم يعملوا ماتشات سلالم رهيبه جدا. يمكن اقول لك على حاجه، اول ماتش سلالم كان شون مايكل وسكوت هول، بس الماتش اللي قدموه هم الاربعه كانت حاجه مختلفه تماما، كانهم بالظبط بيقولوا للمصارعين الجداد اهو العبوا ماتشات سلالم بالشكل ده. هم اللي حطوا حجر الاساس الماتشات السلالم بتتلعب ازاي، او انك ازاي تطلع ماتش سلالم حلو، ده من وجهه نظر انا. المهم بعد كده انضم للعداوه ده الدبليو بويز. ايه ده هو الموضوع بدا يكبر مننا ليه كده؟ واتحددت ماتش ما بينهم في الراسل مانيا 2000، وقدموا برضه هم الثلاثه اروع ماتش سلالم انت ممكن تشوفه. ومن بعديها اكتملت العداوه لغايه لما نوصل للسمر سلام، واللي كانوا حاملين اللقب وقتها كان ايدج وكريستيان، وايدج وكريستيان برضه عرفوا ان هم يكسبوا بلقب التاج تيم، مرورا بماتش الراسل مانيا 17 اللي اتعمل سنه 2001. الماتش تاريخ، نادرا لما تسال اي حد مثلا بيحب المصارعه او بيتابع مصارعه توري له الماتش ده يقولك ما اعرفش، اللي هو ايه ما تعرفش ازاي الماتش ده يصنف كافضل ماتش سلالم في التاريخ. فالمهم من بعد الماتشات الروعه دي ايدج وكريستيان فجاه بداوا يتحولوا ان هم يبقوا فرقه فكاهيه اكتر، ويشيلوا من عليهم الجديه اللي كانوا فيها في الاول، ان هم يعملوا فقرات في الباك ستيج مع ميك فولي مثلا او حاجه، فقرات كده كوميديه خفيفه. وبالعكس الناس ما شافوش ان ده استظراف او حاجه، لا الناس حبتهم زي النيو داي كده، مع اني مش بيك فان للنيو داي بس انا مش عارف انا وحشوني مش عارف ليه. والمهم مع ذلك الاداره ما شافتش ان هم عباره عن فرقه كوميديه هتسلي ناس وخلاص، لا بالعكس كانوا فرقه قويه وبينافسوا. يعني احب اقول لك ان الفرقه دي فضلت تقريبا محتفظه بلقب التاج تيم من سنه 99 لغايه 2001. المهم بعد كده الاتحاد كان مهتم جدا بايدج، واللي يثبت كده ان هم كسبوه سنه 2001 ببطوله الكينج اوف ذا رينج. وسط ما هو كان بيحتفل مع كريستيان والدنيا كان زبادي في الخلاط معاهم، فجاه نلاقي كريستيان بيغدر بيه، وهنا تبدا مسيره ايدج البيبي فيس، وفي نفس الوقت يبدا كريستيان كشخص مكروه ويبتدي العداوه ما بينهم. لعبوا كام ماتش كده مع بعض والعداوه كانت حلوه، ولكن مش ده المهم ان ايدج كده بقى رسميا شغال لوحده، والناس كانت معجبه جدا بايدج وشعبيته عماله تزيد. وفتره 2002 لعب وقتها مع بوكر تي، ويليام ريجل ومستر بيرفكت، ولعب كمان مع كيرت انجل، وكان الماتش عباره عن اللي يخسر يحلق للتاني شعره، يعني انت فهمت ايه. وكمان في حاجه حصلت كانت مهمه جدا لايدج، وهو انه هيتعاون مع هولك هوجن. ايوه الحلم بتاع ادم بدا يتحقق. مين يصدق ان هو كان اكبر فان لهولك هوجن وفجاه يلاقي نفسه ان هو بيلعب معاه، ورسميا بقى اكبر نجم في سماك داون وقتها. ولكن تاتي الرياح بما لا تشتهيه السفن. في سبتمبر سنه 2002 ايدج اتصاب في رقبته اصابه خطيره جدا، واضطر ان هو يغيب سنه بحالها عشان يرجع يوم 22 مارس سنه 2004. وبرغم ان هو كان نجم سماك داون بقى نجم عرض الرو. من بعد عودته دخل في تاج تيم مع كريس بنوا، وفازوا وقتها بالقاب الفرق. بعديها
وبعدها كسب للقب القارات للمره الثانيه، ولكن اتسحب منه اللقب بسبب اصابه جات لايدج برضه. ولكن بعد عودته من الاصابه دخل في عداوه مع كريس بنوا، ايوه اللي هو الشخص اللي كان معاه في تاك تيم. والناس لاحظت في ايدج حاجه، ان هو بقى شخصيه اكثر عدوانيه عن اللي فات، وتجرد من ان هو يبقى طيب. في ناس ممكن تتوقع ان هو فيس احسن من ان هو هيل، بالعكس الناس لما شافت ايدج وهو شرير اعجبت بيه اكتر. وفي يوم 3 ابريل سنه 2005 يكسب بشنطه الماني ان ذا بانك في راس المنيا 21، ويبقى اول مصارع في التاريخ يكسب بالشنطه. الجمهور في الفتره دي ما كانوش متوقعين ايدج هيعمل ايه بالشنطه، وهيصرفها امتى، وهيصرفها على مين. ولكن من بعديها ايدج هيقع في حب ليتا. وطبعا انتوا عارفين ليتا تبقى مين؟ تبقى حبيبه مات هاردي. ايوه العداوه دي كانت حقيقيه على فكره. والقصه كانت عباره عن ان ليتا سافرت مع ايدج اثناء لما كان مات هاردي كان مصاب، واكيد طبعا عرفتوا ايه اللي حصل. فلما مات هاردي اكتشف الحوار ده بدا ان هو يتكلم ويزعق في وسائل الاعلام، مما ادى الى ذلك ان الشركه تطرده بسبب التصريحات اللي عملها مات هاردي، يعني عشان الشركه بس ما تتضرش يعني. ولما الجمهور عرف الحوار ده الناس فجاه قلبت على ايدج، واللي هو بص انت ايه يالا، انت خنزير ولا ايه. ويمكن دي تقريبا كان اكتر فتره ايدج مكروه فيها بجد. وكان هو وليتا هما الاثنين كانوا مكروهين جدا، وايدج وليتا كانوا عاملين زي تريبل اتش وستيفاني ماكمان كده، كان هما اكتر كابل مكروه في المجال، الناس ما كانتش طايقاهم خالص. ولكن في 11 يوليو 2005 مات هاردي يرجع تاني ويهجم على ايدج، ويدخلوا في عداوه قويه مع بعض يكسب فيها ايدج. من بعد ما ايدج كسب بالشنطه وقتها صرفها في عرض نيو ييرز ريفولوشن، ونتفاجئ كلنا ان ايدج صرف الشنطه على جون سينا عشان يكسب باللقب الدبليو دبليو اي. في عرض الرول اللي بعد كده ايدج وليتا بدأوا ان هم يحتفلوا مع بعض. طبعا جون سينا ما سكتش، دخل في عداوه معاه عشان يكسب باللقب، وسينا بالفعل عرف ان هو يرجع اللقب تاني ليه في الرويال رامبل. ومن بعديها يخش ايدج في عداوه مع ميك فولي، وهيلعبوا بعض في راس المنيا 22، وقدموا ماتش هارد كور قويه جدا، انصح اي حد انه يتفرج عليه. واللي بعد العداوه دي تعاون مع ايدج وبقى اصحاب، واللي اعلن بعد كده ان ايدج بقى حامل لقب الهارد كور. المهم في عرض الوان نايت ستاند سنه 2006 قدر ميك فولي وايدج ان هم يتغلبوا على تومي دريمر وتيري فانك ويكسبوا بحزام الاي سي دبليو. وفي نفس العرض يحصل مفاجاه كبيره جدا، وهو اثناء ماتش روب فان دام ضد جون سينا. وتعالوا نتكلم عن الماتش ده شويه. جون سينا في الفتره دي الجمهور الاي سي دبليو سلخينه، كانوا بيشتموه بافظع الشتائم اللي انت ممكن تتخيلها. سبق قبل كده وقلت ان جمهور الاي سي دبليو جمهور جاف مش زي جمهور الدبليو دبليو اي. المهم دخل واحد ببلطو اسود كده وبخوذه موتوسيكلات وشكله غامض، ونتفاجئ بعد كده انه ايدج. وعلى فكره اللقطه دي من الايكون، اكتر لقطه شهيره جدا في عروض الاي سي دبليو. وايدج عمل كده ببساطه عشان يدخل نفسه في الالقاب المهمه. واللي في نفس الماتش روب فان دام كسب على جون سينا واتوج بلقب الدبليو دبليو اي. والفتره دي كانت الفتره الذهبيه بالنسبه لروب فان دام، واللي بعد كده للاسف دمر نفسه. بعدين ممكن نبقى نعمله فيديو منفصل عن روب فان دام. ولكن اثناء فتره فان دام مع اللقب قدر ايدج ان هو يتغلب عليه ويتوج بلقب الدبليو دبليو اي. ولكن يوم 17 سبتمبر سنه 2006 يقدر جون سينا ان هو يتغلب على ايدج، رغم ان ايدج دايما كان بيخسر من جون سينا، الا ان الجمهور كان حابب ايدج اكتر رغم ان شخصيته شريره. بس ما نقدرش ننكر ان الشخصيه دي كانت من اعظم الشخصيات الهين اللي شاهدتها الدبليو دبليو اي. واللي بعدها بفتره دخل في تاك تيم مع راندي اورتن وعملوا الايه، اديك انت عارف بقى الريتد ار كي او. الفرقه دي كانت ناجحه لدرجه ان هم هزموا الدي اكس في مره، وفي يوم 13 نوفمبر سنه 2006 يقدروا الريتد ار كي او ان هم يكسبوا بلقب التاك تيم، وفضلوا على الحال ده لسنه 2007 بعد طبعا ما ايدج هينقلب على راندي اورتن ويخشوا في عداوه مع بعض. ومن بعد العداوه دي هنبتدي نشوف ايدج بشكل تاني خالص، وهو انه هيبقى مع فيكي جاريرو. ايوه الموضوع غريب انا عارف. ويقدر ان هو يكسب على مستر كينيدي وياخد هو الشنطه. مش عارف والله، تحس ان ايدج تخصص شنط مش عارف ليه، لغايه لما هيصرف الشنطه على زي اندرتيكر ويتوج بلقب العالم. ومن بعد ما كسب اللقب بقى هو اكبر نجم في سماك داون تاني، والمره دي كان بلا منازع هو كان اكبر اسم في الشركه، ويقدر ان هو يدافع عن اللقب من ري ميستيريو وباتيستا لغايه لما نوصل للراسلمانيا 24 ضد زي اندرتيكر. وبرضه معلومه صغيره لازم اقولها، وهي ان الشركه قالت لايدج ان هو يكسر سلسله اندرتيكر، ولكن عمل زي زميله راندي اورتن ورفض، وقال ان الاستريك دي زي حاجه مقدسه كده ما ينفعش حد يقرب منها. بس عادي يا عم، ما هو بروك ليزنر ورومان رينز قربوا منها عادي يعني. المهم زي اندرتيكر كمل الاستريك بتاعته عادي، وايدج ما كسرش السلسله. المهم بعديها هنلاقي السيناريو بتاعت ايدج وان هو عاوز يتجوز فيكي جاريرو. تعال نسكيب الحوار ده. المهم في النو واي اوت سنه 2009 ايدج يقدر ان هو
يخش الماتش يخسر بلقب الدبليو دبليو اي ولكن يفوز بلقب العالم في نفس الليله. دي كانت بالنسبه لي صدمه كبيره، اللي هو ايه، انا كنت بكره ايدج جدا على فكره في الفتره دي. وقدر كمان انه يحتفظ باللقب كام مره كده لغايه لما لعب مع جون سينا وبيج شو في الراس المنيا وجون سينا كسب. تعالوا نسكيب شويه في الحوارات دي لغايه لما نوصل للتي ال سي سنه 2010 لما ايدج هيلاعب ري ميستيريو والبرتو دريو ويكسب بلقب العالم ويخش وقتها في عداوه مع البرتو دريو في الراس المنيا 27 ويحتفظ باللقب. لغايه لما بعد الراس المنيا قدم برومو بيقول فيها ان هو هيعتزل او ان هو هيجبر على التقاعد. الناس وقتها اتضايقت وزعلت جدا ان ازاي واحد زي ايدج هيتقاعد ومش عارف ايه، ده انت سنك لسه صغير. وكان وقتها عنده مشاكل في العمود الفقري العنقي حاجه زي كده. انا مش طبيب برضه عشان اعرف حاجه زي كده، مش عاوز عدت السنين وايدج كان بيظهر ولكن ما كانش بيلعب، يعني ما كانش بيلعب ماتشات او ما كانش بيشارك. بس انت مثلا ممكن تلاقيه في برومو مع جون سينا في 2012 او برومو مثلا مع كريستيان او ظهور خاص في سنه 2016، يعني كان بيظهر كان متواجد ولكن ما كانش بيلعب ماتشات يعني. لغايه لما جينا على سنه 2020 وفي اول عرض في السنه الرويال رامبل، بروك ليزنر كان في الاول مسيطر على الماتش زي ما انتوا اغلبكم عارفين، وبعد كده درو ماكنتاير وقعه وهكذا لغايه لما نوصل للرقم 21 يوسين كينامي، من اعظم العودات اللي انت ممكن تشوفها في حياتك. انا يا جماعه لما اتفرجت على الرويال رامبل ده لاول مره انا حسيت ان عينيا كانت هتدمع، اللي هو تقريبا من سنه 2011 او نصها كده لغايه 2020 انت فين. والاغرب من كده ان مفيش حد اعلن خالص ان ايدج هيظهر في الرويال رامبل. المهم كانت العوده اسطوريه جدا ودخل بالستايل بتاعه اللي احنا اتعودنا عليه، وراندي اورتن سلم عليه وقال ان هو يعني هنبقى ريتد ار كي او بقى انا وانت يا اسطى وبتاع، لغايه لما راندي اورتن كان عاوز يغدر بيه ولكن ايدج قال نتغدى بيه قبل ما يتعشى بينا. والمهم في الاخر يعني ايدج وقع من رومان رينز يعني. المهم جه الوباء على العالم كله وراس المنيا اتضربت. انا ما اعرفش، انا اساسا مش فاكر ان هم عملوا راس المنيا اساسا، بس هو فينس ماكمان وفلوس وبتاع فقال ان هو يعمل راس المنيا مع ان الدنيا كلها قفل. اللي هو يا عم طب ما تكنسل السنه دي وخلاص، ما تعملش راس المنيا السنه دي، لا لازم اعمل راس المنيا. ايدج وراندي اورتن قدموا ماتش حلو بس ماتش سينمائي متعدل عليه يعني. وبعديها قدموا ماتش في الباكلاش ذا جريتست ماتش ايفر. الماتش هو حلو وقدموا كذا حركه عشان يبين يعني ايه زي تقدير وريسبكت لكل المصارعين دول، بس برضه متعدل ومش لايف مما ادى لذلك ان الريت بتاع الماتش نفسه يقل. المهم يعدي سنه لسنه 2021 يلعب مع اعظم مصارع على الاطلاق واعظم مصارع في التاريخ والمجره كلها، نجم الجيل وعم التماثيل اللي ستيف اوستن بنفسه قام وقال اقعد مكاني، القدوه بتاعتنا الترايبل تشيف رومان رينز. وقدم ماتش كويس وكانت باينه قوي ان هو ودانيال برايم كانوا شايلين الماتش. ايوه ده حقيقه، هما الاثنين كانوا شايلين الماتش على كتافهم، ولو مش مصدقني اتفرج على الماتش تاني. المهم يعدي السنه لسنه 2022 ايدج عرفنا ان هو هيعمل الجادجمنت داي. الناس في الاول اتحمست وقالت ان خلاص ايدج القديم بقى هيرجع تاني والكلام ده. واعضاء الجادجمنت داي كان فين بالر ودانيال بريس وريا ريبلي وما كانش وقتها دومينيك معاهم يعني. والفرقه بالنسبه لي كانت حلوه وكانت قويه جدا وبتاع وايوه كده لغايه لما انقلبوا على ايدج وقرروا ان هم يخشوا في عداوه معاه واتحددت ماتش بينهم في راس المنيا 39. بس تعالوا نرجع بالزمن شويه لسنه واحده بس، وهو ان اتحددت ماتش احلام بين ايدج وايج ستايل. الماتش ده كان ماتش احلام بالنسبه لناس كتير، انا ممكن اكون بالنسبه لي مش فارقه. بناء للماتش ما كانش حلو خالص والماتش نفسه ما كانش قد كده، كان الماتش بطيء، البناء نفسه ما حمستنيش للماتش. انا اسف بجد بس ده رايي الشخصي. نرجع لماتش فين بالر وايدج في راس المنيا 39. دخلت ايدج مش مفهومه، انا كان نفسي اتكلم في الحوار ده بجد والله معاكم، بس ايه الدخله دي بجد؟ يعني الدخله دي توحي بايه؟ هو انت عامل ليه ريمستيريو؟ بس دخله حلوه والناس انبسطت وكل حاجه، بس داخله مش شايفها لايقه على ايدج اصلا. المهم بدا الماتش والماتش ما بينهم كان هيل ان سيل وكانت حلوه ومفيش اي مشاكل. هو مش افضل ماتش في العرض بس الماتش مقبول. بس اللي انا ما فهمتهوش لغايه وقتنا هذا، انا بحب ايدج يا جماعه، انا بيج فان لايدج، بس انا من رايي شايف ان ايدج ما كانش يستحق ان هو يكسب. انا شايف ان فين بالر هو اللي المفروض كان يكسب في الماتش ده. انا مش عارف هو ليه الديمن كينج مهزقينه قوي كده في الدبليو دبليو اي. المهم السنه عدت لغايه يوم 18
15 اغسطس سنة 2023 يلعب اخر ماتش ليه في عرض سماك داون، العرض اللي حضر فيها بدايته ونجاحاته، واللي دلوقتي هيبقى اخر ماتش ليه عشان هيمشي من الدبليو. والناس فضلت تهتف له، وحصل حوار الاشاعات اللي دايما بتقول ان ايدج هيروح للاي دبليو ووقع العقد خلاص، وانا ما كنتش مصدق، ولكن شفنا في الريسل دريم فعلا ايدج يعمل ديبيوت في الاي دبليو. انا عارف ان من رابع المستحيلات ان ايدج ممكن يشوف الفيديو ده. انا كنت كل ما بلعب بلاي ستيشن بختارك انت دايما، كنت انت المصارع المفضل بالنسبه لي من بعد راندي اورتون، وانا كنت بكرهك شويه، لا بص، هو اختار، انا كنت مش طايقك الصراحه، ولكن مع الوقت شفت ان انت قدمت حاجه كبيره جدا انا ما كنتش مقدرها، وهو انك رسمت البسمه علينا كلنا. وبس كده، لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو انت لسه مش مشترك اشترك معايا في القناه. شكرا جدا جدا ليكم على المتابعه، سلام عليكم.